الأحرار العرب أيها الأحرار الأمازيغ، عملوها أسود الأطلس. أنا في الأول لازم أعتذر لأني والله ما لقيت علم، والله يعني أنا وزمايلي دورنا على علم المغرب، سواء كانت المغرب فازت أو لا قدر الله كانت خسرت. فدورت والله لأني لو فازت زي ما حصل دلوقتي هنبسط جدا، ولو خسرت كنت برضو هبارك لهم لأنهم رجالة. لكن في النهاية التكنولوجيا حلت المشكلة إلى حد ما، فعذرا أصدقائي المغاربة وعذرا لأصدقائنا الأمازيغ، هنضطر نكتفي بده لأنه والله ما لقيت من الصبح. تحياتي لكل فريق المغرب، لأسود الأطلسي، تحياتي لكل العرب اللي النهارده كانوا ورا المغرب واللي أنا كنت واحد منهم. النهارده أسود الأطلس مغاربة وأمازيغ صنعوا التاريخ بدون أي مبالغة، والأول مرة في تاريخ كرة القدم يصل منتخب عربي لربع نهائي كأس العالم. احنا متعودين على بطولة افريقيا، بطولة اسيا، حاجات دي، لكن ان احنا فريق عربي يصل الى ربع نهائي كاس العالم ده التاريخ. منتخب المغرب بعد ما خاض مباراة قاتلة 120 دقيقة ووصل لركلات ترجيح، وصل الى ربع نهائي كاس العالم. يا حضرات احنا دقنا القمرين. الراجل ده يا جماعة جامد قوي قوي. لا لا لا، اللي قبله اشرف حكيمي كمان جامد قوي، كلهم كانوا رجاله. لكن المرابط ده الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده مش بني ادم، ده موتور. كنا زمان بنتكلم على لاعب كرواتيا اللي هو الرئه بتاع كرواتيا كلها، اللي كان افضل لاعب في كاس في العالم كله. النهارده عندنا واحد عربي هو لا يقل عن اندريا بيرلو وعن اي حد. المرابط ده حد جامد جدا جدا. اشرف حكيمي راجل جدا ولعيب كبير قوي الحقيقه. اشرف حكيمي، اما ده بقى فده البطل الحقيقي الماتش. بونو ده مان اوف ذا ماتش. بونو حارس المرمى اللي صد تقريبا 3 ضربات جزاء تقريبا يعني. النهارده الراجل ده هو اللي صعد بكاس العالم. ده غير انه طول الماتش هو طبعا بونو وقع قلبنا في كام كرة كده اتفزلك فيهم، لكن ربنا ستر بجد واخد مان اوف ذا ماتش. الراجل ده حارس اسطوري في تاريخ العرب وفي تاريخ افريقيا. هذا الرجل صعد بفريقه الى ربع نهائي كاس العالم، وهو رقم لم يتحقق لاي حارس مرمى في افريقيا ولا في العرب، ولم يتحقق انه فريق عربي وافريقي يوصل للدور ربع النهائي ولا حتى اسيوي في كاس العالم. فتحياتنا للمغرب. اشرف حكيمي اول ما خلصت الماتش وفازوا بضربات الجزاء، اما بدر بنون انا ليه كلام معاك يا بدر، يا بدر يا بدر، خلاص القصه خلصت، يا بدر سجل وريحنا. راح مضيعها بدر بمنتهى البرود. على اي حال اشرف حكيمي بعد كده صلح الموقف كله وسجل هدف رائع جدا. اشرف حكيمي بعد ما خلص الماتش ذهب الى السيده الفاضله والدته للاحتفال بالتاهل التاريخي. ده المشهد بعد ما اشرف سجل على طول الهدف بتاعه اخر ضربه جزاء. اما الابطال بقى دول اللي هم فريق المغرب، اللي هو بعد ما خلص رفع علم فلسطين. نشوف الصوره اللي بعد كده اهو، شايفين الابطال بعد ما خلصوا رفعوا علم فلسطين. ستظل يا حضرات فلسطين حاضره في قلوب العرب مهما طبعوا ومهما جروا مشايخ التطبيع وزبانيه التطبيع. بصوا دول فريق المغرب في لحظه زي دي اللي هي مفترض انك بترفع علم بلدك، على طول رفعوا العلم الفلسطيني وانضم او التف حواليه كل الجهاز الفني والفريق الاساسي والاحتياطي حوالين علم فلسطين وكانه علم المغرب. اما اثناء ضربات الترجيح في الوقت القاسي قوي الصعب ده، والحقيقه ان الاسبان ريحونا. يعني انا مش فاهم حاجتين. اول حاجه مش فاهم هو ليه فاتح الايربيس على ودني، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى انا مش فاهم هو المدرب الاسباني قال انا دربتهم على 1000 ضربه جزاء، فانا افتكرت بقى ان هم الاسبان هيخلصوا الدنيا. ما شاء الله عليهم، ضيعوا الثلاثه اعيموا عن السكه. عشنا وشفنا العرب بينافسوا ابطال العالم في اللعبه وبيرفعوا سقف الطموحات في كل انحاء العرب وبيثبتوا ان احنا مش اقل من اي حد. اللي كتب الكلام ده الماجيكو ابو تريكه. شوف ابو تريكه بيقول عشنا وشفنا العرب بتكسب ابطال العالم في مونديال قطر، احنا مش اقل من اي حد. المشهد بقى اللي عدى قبل كده ده صوره الساجدين وهم منتخب المغرب بعد ما عدى هذه المباراه العصيبه كلهم سجدوا على ارض الملعب بهذه الطريقه. الحقيقه الانجاز ده مش الانجاز التاريخي الوحيد اللي عملته المغرب او اللي عمله فريق المغرب، لا،
في انجاز كمان، ان المدرب المغربي، المدرب بتاع منتخب المغرب هو مدرب وطني مغربي مش اجنبي. وليد الركراكي ده اول مدرب عربي يصل بمنتخب بلاده الى ربع النهائي، زي ما كتب الموقع ده. وليد الركراكي اول مدرب عربي يصل الى دور ربع النهائي في كاس العالم، تصدر مجموعته على حساب بلجيكا وكرواتيا، صمد امام اسبانيا 120 دقيقه وتاهل الى دور الثمانيه. حاجه جامده جدا، مجهود جبار من قائد الاسود في المونديال. وليد الركراكي الحقيقه كان يستحق، لانه وضع خطه تناسب المنافس الشرس بتاعه اسبانيا، اللي هو معروف عنه انه لما بيستحوذ على الكوره بيبهدل اللي قدامه. نشوف كده اللعيبه بتحتفل بوليد الركراكي اهو. اللعيبه بعد بدري بنون اهو. بدري بنون ده لو شفتك في حته يا بدر استخبى مني، استخبى مني يا بدر. على اي حال، قائد الاسود وليد الركراكي ده عقليته من البدايه كانت انه ينافس على النهائي. هو قال ليه لا؟ يعني تخيل انه مدرب عربي من اول ما جه قال ليه ما ننافسش على النهائي. مدرب عربي بيدرب فرقته عربيه كان بيفكر كده. ايوه فيه. طيب جاب منين الكلام ده؟ او انا جبته منين؟ من وليد نفسه. وليد نفسه بيقول علينا تغيير عقليتنا، لماذا لا نحلم بالفوز بكاس العالم؟ ليه لا؟ ليه؟ خلينا نشوف التعليقات اللي بعد كده. كابتن حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر بيقول المجامله ابعدت منتخب مصر عن كاس العالم 22. تم مجامله المدربين الاجانب على حساب المصري رغم امتلاكنا المدربين المصريين عظماء. دي حقيقه، وانت يا كابتن حسن واحد من المدربين العظماء فعلا، وانا بقولها بقلب بقى. حسن شحاتة ده مدرب عظيم فعلا في مصر وفي افريقيا، ولا اظن انه في مدرب مصري زي حسن شحاتة كده. المهم يعني ادي الكابتن مجدي عبد العاطي بيقول فرق كبير قوي لما تجيب مدرب وطني وتثق فيه وتقف في ظهره وتحميه، وانك تجيب مدرب وطني وتسلمه تسليم اهالي الصحافه والجمهور. فرق شاسع بين اداره واداره، وفكر وفكر، ومنظومه كامله بتخطط، ومنظومه فاشله من ساسها لراسها. مبروك للمغرب، ودائما نتعلم منكم ونقلدكم. ده كابتن مجدي عبد العاطي كابتن فريق انبي. للعلم التصريح بتاع وليد الركراكي كان قبل فوزه الليله على اسبانيا، يعني الراجل من البدايه بيفكر بالطريقه دي. ليه لا؟ ليه ما نحلمش بكاس العالم؟ عشان كده الناس في كل مكان، في مصر، في الخليج، في المغرب العربي، فرحوا بالانجاز ده وعملوا وليد والاسود اللي معاه عملوا انه يعني دول